تأهل المنتخب المغربي للفتيان إلى ربع النهائي كأس العالم بعد تجاوز إيران بضربات الجزاء عقب نهاية المباراة التي جمعت بين المنتخبين على أرضية ملعب جيلوغا بانك بمدينة سورابايا لحساب ثمن النهائي كأس العالم التي تحتضنها إندونيسيا إلى غاية 2 دجنبر 2023 في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل 1-1. وبالعودة إلى تفاصيل اللقاء، ظهر الأشبال بشكل محتشم خلال نصف الساعة الأولى من المباراة بعدما تراجعوا، بينما كان منتخب إيران الأكثر سيطرة على الكرة. ومع توالي الدقائق دخلت كتيبة سعيد شيبا في أطوار المباراة لتتمكن من الاستحواذ على الكرة، لكن دون أن تشكل هجماتها أي خطورة على مرمى منتخب الخصم. مع مطلع الشوط الثاني ضغط المنتخب المغربي بقوة على نظيره الإيراني وخلق مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل، أبرزها تسديدة المتألق محمد الحموني من الجهة اليسرى التي جانبت شباك مرمى الخصم بقليل. وفي الوقت الذي كان يبحث فيه رفاق عبد الحميد معالي عن تسجيل هدف السبق، وعكس مجريات اللقاء، تمكن المنتخب الإيراني من تسجيل هدف عن طريق اللاعب إسماعيل غوليزادة من كرة رأسية. واضطر المدرب سعيد شيبان لإجراء مجموعة من التغييرات بحثا عن تعديل الكفة، وهو ما تأتى خلال آخر دقائق المباراة عن طريق اللاعب العزوزي الذي استغل هفوة في دفاع منتخب إيران ليحتكم الطرفان إلى ضربات الجزاء التي ابتسم الحظ فيها لأشبال الأطلس.